السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أصدقائي، أهلا بكم في قناة مع مروة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا النهاردة الجمعة، اليوم اللي أنا بستناه كل أسبوع. عارفين يعني ايه الجمعة بالنسبة لي؟ يعني يوم الانطلاقة، يوم الانتعاش، يوم الفسحة اللي بجد. طبعا كلكم عارفين يا أصدقائي اللي أنا من قرية ريفية. اليوم ده انا بستناه علشان اجي الريف. انا بجد بستمتع بكل ما اجي، لان فعلا الريف ده يعني هدوء اعصاب، عادات وتقاليد جميله حلوه قوي. ان يوم الجمعه ده لازم ليه طقوس في الاكل وليه طقوس في كل حاجه. انا بقى هاخدكم وانزل بكم رحله الى الارض كده، طبعا عشان نشوف ايه هما زارعين ايه. طبعا انتوا عارفين في محاصيل شتويه ومحاصيل صيفيه، احنا في الشتاء. طبعا اكتر حاجه بتميز فصل الشتاء هو البرسيم. طبعا كلنا عارفين البرسيم، وطبعا عارفين هو بتاع ايه وبيستخدم في ايه والحاجات دي. وكمان البرسيم ده بيطلع فيه حاجات حلوه قوي 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 قوي، الناس كلها بتستناها. الناس بتوع زمان، لكن الشباب بتوع الايام دي ما اعتقدش ان هم بيستنوا الحاجات اللي بتطلع في البرسيم والغله والحاجات ده. منهم اولاد خواتي ما يمكن ما يعرفوش اي حاجه من اللي بتطلع في الارض زي ما الواحد ايه عاش كده. طيب على سبيل المثال، حد عارف ايه ديت؟ عارفين ايه دي ولا مش عارفين؟ دي اسمها خبيزه. خبيزه ديت على فكره في ناس كتير قوي 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 بيحبوها وبيحبوا ياكلوها، ولها فوائد كتير. طبعا في حلقه هتبقى عن فوائد الخبيزه. ممكن اجي كمان شويه كده. حاجات من الارض مباشره اهو، حاجات من الارض مباشر. طب عارفين ده ايه ولا مش عارفين؟ طبعا الاجيال الجديده كلها ما تعرفش، لكن اللي زي ماما واللي زي اخواتي الكبار عارفين ان ده حاجه اسمها حميض. عارفينه ولا مش عارفينه؟ الحميض ده برضك في ناس بتحبه جدا جدا وليه فوائد كتير. يعني ستي الله يرحمها كانت بتستنى فصل الشتاء مخصوص عشان الحميد ده، وكانت بتعمله لنا بطريقه جميله جميله جميله. دلوقتي لو قلنا يلا نعمل حميد ولا هناكل حميد، يا ربي مش هنلاقي حد من الاولاد يعبرنا ابدا. طيب كمان في حاجه مزروعه هنا. طبعا هي غاليه دلوقتي في السوق جدا، وبرده كله بيستناها من فصول اللي هي ديت. عارفين طبعا ده اللوف. انا استغربت قوي اول امبارح وانا واقفه بشتري واحد لوف من زي ده بس ناشف، طبعا لقيته ب50 جنيه. يا نهار ابيض، يعني سعره بقى كتير قوي في ظل ممكن ناخد حبايتين ونزرعهم في اي مكان. مش شرط يكون عندكم ارض عشان تزرع الحاجات دي. انا اعرف ناس كتير قوي زارعين الحاجات دي على الاسطح او في الجنينه او في قدام بيتهم. المهم احنا يا جماعه في الوقت ده عايزين بجد نستغل كل حاجه، واحنا نزرع واحنا ننتج، مش نعتمد ان احنا ما عندناش ارض او ما عندناش مش عارفه ايه. في حاجات كتير قوي ممكن نجربها ونزرعها من غير ما يكون عندنا ارض. يعني اللوف ده ممكن نزرعه تحت بلكونه او نزرعه قدام بيت، او لو فوق السطح بس يكون في مساحه من الارض شويه، يعني في تراب وحاجات في صندوق عشان طبعا الصبه والكلام من ده. والله يا جماعه الريف صراحه مليان خيرات قوي، مليان خيرات، وانا بحب حياه الريف. هنمشي كمان في الارض وهنشوف حاجات كمان كتير، وهنعرف برضو فوائد حاجات كتير، لان ان شاء الله في كل حلقه كده هطلع معلومه عن اي حاجه من دولت واتكلم عن الفوائد بتاعتها. احنا محتاجين اولادنا يعرفهم اكتر عن الحاجات اللي في الارض. يلا ما زلت معاكم في رحله كده في الارض. ما زلت معاكم عشان كمان بدل ما انا قاعده اتكلم كتير، لا انا كمان حابه انكم تتفرجوا على المناظر الحلوه دي معايا. المناظر الحلوه دي طبعا ده الغله او القمح زي ما بيقولوا. اتفرجوا. كل اصحابي ما يشوفوني يقولوا لي لازم تاخدينا الارض عندك، عشان هم حابين قوي يجوا الارض ويستمتعوا بالحاجات دي.
بس انا ناقصني حاجه دلوقتي، ناقصني بجد كده اللي انا اجيب ايه بقى، اعمل راقيه واجيب شاي واشرب شاي على الراقيه. بس والله انا خايفه اعمل كده عشان انتوا هتزعلوا، علشان انا هشرب لوحدي وانتوا مش هتكونوا معايا، وانا صراحه عايزه كل حاجه انا بستمتع بيها انكم تكونوا معايا دايما بالحاله المزاجيه اللي انا بكون فيها. يعني فعلا ببقى مبسوطه جدا لما بعمل اي حاجه من دي. هوريكم حاجه دلوقتي بقى مزروعه في الارض، دي بقى حبيبه الناس كلها كلها كلها، بس مش عارفه هو طلع بقى ولا ايه. يلا نعدي مع بعض كده، نعدي مع بعض، نعدي مع بعض. الفول الاخضر، بس تقريبا لسه الفول ده، لسه الفول ما طلعش فول، لسه الفول ما طلعش فول. صراحه يعني كنت عايزه اخد لكم فول معايا، بس انا زعلت اكتر ان هو لسه ما طلعش. يمكن الاقي فول، يمكن لا لسه ما طلعش فول. زعلانه انا دلوقتي عشان ما لقيتش فول اخضر، لان الفول الاخضر ده من الحاجات اللي انا بحبها. طبعا عشان انتوا معايا خطوه بخطوه هتشوفوني دلوقتي وانا بعدي. عارفين كان دايما في ناس كتير يكونوا من قريه ريفيه يقعدوا يقولوا ايه، اما يروحوا بقى يعيشوا في المدينه ما يبقوش عايزين يعرفوا الناس ان هم من قريه ريفيه. انا بقول في ناس، مش كل الناس، بس على فكره انا فخوره جدا وفرحانه جدا الا انا من اصل ريفي. بجد لما الاقي ناس بتقول لي انتي ريفيه، طب يعني مش لازم كل ما تقعدي مع حد تقولي انك ليه؟ عشان ايه؟ ده الجمال، ده البساطه، ده كل حاجه حلوه. الاحساس بالحلو كله بلاقيه في الريف، العادات والتقاليد الجميله، حاجات اتربينا عليها. والله يا جماعه انتوا مش هخبي عليكم، انا ما عنديش اولاد، بس كنت اتمنى يكون عندي اولاد. كان اول حاجه هعملها فيهم اللي انا دايما هجيبهم هنا عشان ياخدوا عادات وتقاليد كويسه، حاجات حلوه، تحس ان اهل الريف كده مندمجين قوي مع بعض. يا سلام في المناسبات، ما اقولكوش في المناسبات تحس ان هم اسره واحده، اسره واحده. اللي عندي جارتي كده. نمشي كمان قدام شويه عشان هنروح بقى عند الحيوانات. كلنا بنحب الحيوانات، يعني الجاموسه، يعني البقره، يعني اللبن، يعني الجبنه، يعني القشطه. يلا معايا، يلا. صراحه في حاجات كتير انا عايزه اعملها، بس النهارده بقى اول ما جينا عملنا محشي وعملنا حاجات اتهدينا، صراحه اتهدينا قوي في اليوم ده. دلوقتي ده بقى وقت الايه، وقت بيسموه العشاء بتاع الحيوانات. ان شاء الله. منورين والله العظيم، منورين معايا، بس دايما بقى مش عاوزاكم تنسوني، يعني يا ريت يعني ما تنسونيش. هندخل عند الحيوانات، بس مش عارفه هنعدي ازاي صراحه، صعب قوي المكان ده، صعب قوي. اهلا ازيك، عامله ايه؟ طبعا دي ايه بقى؟ دي الغله بقى اللي انتوا بتقولوا عليه بقى القمح، بس احنا كده في الريف بنقول عليه الغله. عارفين السنبله ديت؟ بحبها جدا، طول عمري بجيبها واقعد كده واطلع اللي جواها واكله، بجد من الحاجات اللي انا بحبها. وكمان اما كانت امي تكون مولعه الفرن، يعني ناخدوا السنبله ديت ندخلوها الفرن نشوها، كان يبقى طعمها جميل جدا جدا. يعني من الاخر كده يا ست مروه، عايزه تقولي لنا ايه؟ عايزه اقول لكم اللي احنا بلدنا فيها خيرات كتير. عايزه اقول لكم نتفائل على قد ما نقدر، ونتمنى دايما ان يكون القادم خير لينا كلنا. مش عايزاكم تيأسوا من اي حاجه، ومش عايزاكم يبقى عندكم احباط. طبعا في حاله من الاحباط واليأس عند كتير، لا دايما تفائلوا، دايما خلوا التفاؤل هو الحاجه الحلوه اللي انتوا عايشين من اجلها. بالتفاؤل ان شاء الله هيجي لنا حاجات حلوه كتير،
والله بلدنا مليانه خير كتير. وعايزه اقول ناس كتير ممكن دلوقتي تقول لي عشان احنا ما عندناش ارض، مش ممكن نشتغل على حالنا، ممكن نشتغل على حالنا. انا مش قاعده هنا ولكن في بيتي زرع حاجات، وطبعا في حلقات كتير هوريكم انا زرعه ايه عندي، ومستغليه السطح بتاعي في ايه، مستغليه قدام بيتي في ايه، مش بسيب حاجه، مش مستغليه البلكونه بتاعتي في ايه. اما بيكون نفسي في حاجه بجد انا بعملها، ما عنديش يأس، ما عنديش احباط، دايما متفائله، دايما حابه اليوم بتاعي يعدي يكون بخير. اما اكون صاحيه من النوم وفعلا انا عايزه الخير، ربنا هيديني الخير. ليه بقى؟ لان رب الخير لا ياتي الا بالخير. اصدقائي لو سمحتوا ادعموني واشتركوا في القناه، وما تنسوش تعليقاتكم الجميله، والله بستنى تعليقاتكم ايا كان، ايا كانت التعليقات بتاعتكم انا بستناها. ما تنسوش قناه مع مروه، دايما مع بعض. وعايزه القناه مش تكبر بمروه، لا، عايزه القناه تكبر بيكم انتم يا اصدقائي.